مساء النور، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ في ناس كتيرة بتشكك في اللي انا بعمله، وناس بتتكلم انك انت مش فاهم حاجة في موضوع التداول. يا جدعان، اللي مش مقتنع بيا ما عنديش مشكلة خالص انه ما يتفرجش على الفيديوهات بتاعتي. انا الفيديوهات دي عاملها توثيق لحياتي. انا داخل بتسلى وبنزل حاجة كده انا بحبها، انا بحب اليوتيوب وبحب انزل عليه حاجات. حابين تقعدوا معايا، انا مرحب بالناس كلها. دي حاجة. الحاجة التانية، بصوا، واحد بيقول لي: يا ابني انت بتشتغلنا، هو ده اسمه تداول؟ انت شاري سهم واحد من كل شركة وبعدين بتمسح الاسهم الخسرانة وتخلي الكسبانة وتعمل فيها خبير. تعالى يا حبيبي اثبت لك. الكلام اللي انت بتقوله كله غلط. دي الاسهم اللي انت بتتكلم عليها، الاسهم دي كلها كانت كسبانة وخلاص ابتدت تنزل. زي ما انت شايف الاسهم دي كلها ابتدت تنزل، تمام. والاسهم اللي فوق زي ما هي، كل ده كسبان منه. انا مش مضطر ان ابرر لك حاجة، بس انا هوريك حاجات بسيطة جدا. خش على الطلبات. شايف يا صاحبي؟ بيع شراء بيع شراء، يعني اشتريت وبعت فيه. وبص التواريخ يعني: 24 فبراير، 20 فبراير وغيره يعني، تمام. ده اول سهم. تاني سهم زي ما انت شايف. تاني سهم شاري فيه ب 3000 جنيه وبايع وشاري ومش عارف ايه وحوارات زي دي، تمام. دي تاني سهم. وادي اللي بعديه على طول. اه بس يعني مش عارف اقول لك ايه والله. انا اضحك عليك ليه؟ استفاد ايه؟ تفكير غريب اقسم بالله. يعني انا بنزل فيديوهات بس اتبسط واشوف ناس متابعاني وحاجه كده تفرح. انا بحب كده، تمام. شايفين السهم؟ بيع شراء بيع شراء بيع شراء. انا حققت فيه المكاسب اللي انا عايزها، تمام. واكيد هسيب سهم. ما هو السهم عجبني، الشركه عجبتني، فانا مستني ان الشركه تنزل تاني سعرها يكون معقول واشتري منها تاني واكسب منها تاني. انا واثق في الشركات دي، بس مش كلها. في حاجات تانية أنا عايزة تنزل للحد الأقصى بتاعها عشان أشتري منها تاني. في حاجات تانية بتوصل ل200 و300%. يعني أنا مش عايز أوريك حاجات عشان إيه؟ لازم أنا أشتري فيها، تمام، وهي بتكسب 300%. فاهم أنت الكلام ولا مش فاهمه؟ تكسب 300%. وبعدين أنا بصبر 6 شهور سنة. التداول اللي داخل منظومة التداول فاهم إنه الحكاية إيه، مكسب والكلام ده. لأ، مش مكسب. هي فلوس انت مش محتاجها، بتحطها في حاجة كأنك اشتريت بضاعة وعينتها. وقت ما تطلب في السوق بتروح تبيعها، بتحقق منها مكسب. هو ده التداول. لكن اللي فكر انه لا، مضاربة ومش عارف وتخش تكسب وتطلع على طول، مفيش الكلام ده، تمام. انت عايز تخش سوق التداول، اشتري اقل حاجة 6 شهور لسنة، توصل ل 200 و300%. يعني انت لو حطيت 1000 هتبقى من 2000 ل 3000 جنيه. وفي شركات تانية بتزيد أضعاف. مش عايز أقول لك قد إيه عشان ما تتخضش، تمام. والسهم ده ناس كتير قاعدة تقول لي هينزل هيقع هيولع. ما أنا عارف إنه هينزل. في شركات كتيرة بتعمل إيه؟ بتعمل فرقعة، مشاكل وحوارات ومش عارف إيه، السهم هيقع وهيولع ومش عارف إيه عشان ينزل لك السهم، وهو يطلع منه، يطلع منك أنت بمكسب، تمام. أنا بروح أشتري في الأوقات دي. أما ألاقي السهم نزل للحد الادنى بتاعه هاشتري طبعا. ده كان كام؟ كان فاصلة 70 سنت. دلوقتي فاصلة 76 سنت. السنت ب20 جنيه في المبلغ اللي انا حاطه على طول عشان تبقى فاهمان، تمام. يعني انا دلوقتي لو عايز ابيع مش هخسر حاجه. هخسر كام؟ 60 66 جنيه لو هسمع كلامك وهطلع. لكن انا مش هسمع كلامك، انا سايبه 6 شهور. يعني اقول لك على حاجه، اقسم بالله هيطلع مكسب قبل ال6 شهور، بس انا بقول لك 6 شهور. وبعدين اللي حابب يخش ويشترك في القناة، أنا هشيله فوق دماغي. واللي حابب يسأل عن أي حاجة، أنا تحت أمره، تمام. واللي هيكتب تعليق يا ريت يكتب
ويراعي انه في انسان هياخد التعليق بتاعه يقراه. واحنا كلنا اكيد كل واحد فكر يفتح قناة والكلام ده، فاكيد لما حد من اهلك فتح قناة كان بيتكتب له تعليق كان بيبقى مبسوط وفرحان والكلام ده. انا نفسي افرح وانبسط. انا كل لما اجي اقرا يعني انا على التيك توك ما شاء الله الناس كلها ذوق. كذا واحد دخل كتب كلام مشجع وكلام جميل. على اليوتيوب لا، كلام كله اعوذ بالله. يمكن انا ما انزلش فيديوهات تانية، انا ممكن انزلها واخليها خاص ورايح دماغي. فاهمني؟ فانت يا ريت تقدر انه في ناس تانية عندها مشاعر زي حضرتك. ويشرفني جدا المتابعين الجدد وان شاء الله اول ما نوصل ل1000 مشترك، اول 20 مشترك كل واحد اطلع له مكافأة كويسة. لانه اول 20 مشترك هم اللي بالنسبة لي ايه، بداية القناة. واحلى مسا عليكم، ويا ريت محدش يزعل من كلامي، وانا والله عايز انبسط معاكم وعايز افيد الناس، عشان ده والله سوق جميل جدا. يعني الناس كلها بتقول لك ايه، ذهب، بورصة، مش عارف ايه. اقول لك على حاجتين، اللي عايز يشيل فلوسه اليومين دول هيروح يحطها في البنك هيخسر فيها. عملة بتطلع بتنزل مش عارف ايه، تضخم وجع قلب، تمام. لكن هتحطها في البورصة هتكسب. طب انت مش محتاج الفلوس من سنتين ل5 سنين؟ لا يا باشا، انت حطها في ذهب. تجيب الدهب يا معلم وتعينه في حتة امان وخلص الموضوع. ليه؟ في ناس كانت بتنصح انك تروح تشتري عملات رقمية. العملات الرقمية دي زي فرقعة. يعني هي واخدة ايه، آه، عاملة زي البالونة، عمال تتنفخ 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 لغاية لما تفرقع مرة واحدة، ولما تفرقع هتوقع ناس كتير. يعني دولة زي أمريكا مثلا ضحكت على العالم كله وربطت الدولار بالذهب واشتغلت الناس، وبعدها راحت قالت لهم مفيش الكلام ده وانا اللي هضمن الدولار، وربطته بالبترول، تمام. ودلوقتي العالم كله بقى فاقد الامل في موضوع الدولار وخايفين يقع مره واحده. راحت عملت لك ايه، عملات رقميه، وعملتها من 20 سنه. من 20 سنه عشان ايه؟ تيجي وقت زي ده هم عارفين ان الدولار هيقع، لا هيصفروا الديون بتاعتهم كلها عن طريق العملات الرقميه. يعني حاجه زي البيتكوين عليه مليارات في ثانية، تنزل قيمته ل10 15 مليون، واللي عايز يبيع يبيع. فاهمين الحوار ماشي ازاي؟ ما هو عملة رقمية. يعني انت دلوقتي شاري الهوا، فشوف الهوا يا معلم، ممكن ينفخ لك في الهوا يطلع فلوس، وممكن ايه ما يعملوش سعر. وتحياتي ليكم، ودي وجهة نظر ومحدش يسألني عليها. سلام. ما تنساش لايك كومنت اشتراك، ويا ريت تقول لي انت قعدت لغايه هنا ولا لا، واللي قعد لغايه هنا يحط رقم 1 عشان اتاكد انه وصل لنهايه الفيديو. يلا باي.